الحيله عمر الدجاج ما يبقى يجيك زفاه. ها انت اختي كتاخدي الحامض وكطحنيه في مولينيكس او في خلاط الكهربائي. انا كنجمع القشور، والله الا كنديرهم في المجمد. شوف هاد القشور راه قدام البنات، كنديرهم وكنلوح معاهم شويه ديال الملحه وسكينجبير. ومني كنغسل الدجاج مزيان وكنكون نقيته ما فيه لا ريش لا والو كيف كتشوفوا، حيت ليه الاحشاء ديالو داكشي. كنرقد فيه كنرقدو في هاد الخلطه اللي هي الملحه والحامض والسكينجبير فقط. تقدري تزيدي شويه ديال الماء ديال الزعتر ولا الماء ديال القرنفل. انا المهم كندير غير الملحه وسكينجبير وهذا والحامض بقشور. وكنهز الحامضه كامله نقطعها وكنديرها اختي في سميتو، كنديرها كنكون خازنه في المجمد ولا عادي. هذا عندي راه حامض طري كيف كتشوفوا جديد. هانتومايا ما تطحنش مزيان، شي الاخر راه تطحن مزيان حيت خاسر ليا الميكسور. المهم كنزيد معاه الملحه. الصراحه البنات الله ما كيخليش الزفر، عرفتي الدجاج كتبقاي تشمي فيه غير بنه الحامض. وسيرتو الا رقدتيه واحد 2 سوايع ولا 3 ومشيتي تقضي شغالك، كتجي كتلقاي فيه واحد الريحه يا سلام. سيرتو الا كان الحامض البلدي بحال واحد الريحه فنه بزاف. المهم جربوا هاد الطريقه باش نتوما، لدرجه دوك الخيوط اللي كيكونوا عندنا هنا كيتجروا بسهوله، ما كيبقاوش اللي كيخليو الزفر ما بين الفخذ والصدر. المهم نتمنى هاد الخلطه انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها في لي كومون، وتردوا عليا الراي ديالكم في لي كومونتير. تبقاو على خير ان شاء الله.